السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النصراني رشيد حمامي كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيوقعه في سقطة جديدة أشد من اللي قبلها. كل يوم له كذبة أو 2 أو 3 أو 4 أو قول 10 بل عشرات الكذبات، وهنفضل نرد عليه ونفضح تدليسه ومش هنمل أبدا من الرد عليه لحد ما هو يمل من الكذب والتدليس ده. المرة دي بقى بيقول إيه؟ في تغريدة له على حسابه على تويتر منزل الحديث النبوي الآتي ومعاه تعليق بيقول: في الإسلام ممكن تقتل وتزني وتسرق وتعمل مجازر وتغتصب وتكون سفاحا، مع ذلك يغفر الله لك، لكن تقول ان المسيح ابن الله جهنم على طول حتى لو كنت تفعل الخير ليل نهار. رشيد زعلان او مش عاجبه ان ربنا سبحانه وتعالى الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد ممكن يغفر ذنوب عباده كلها الا الشرك به سبحانه وتعالى. لكن عند رشيد عادي جدا ان واحد نصراني يقف مع قسيس خلف ستارة والقسيس هو اللي يغفر له كل ذنوبه، لان القسيس مكان ربنا سبحانه وتعالى عندهم، يعني القسيس واسطة بين ربهم وبين النصارى. ومش عارف ليه ربهم مش بيسمع لعباده مباشرة من غير واسطة ولا قسيس ولا اعتراف ولا ستارة. وبعدين يا مدلس، لو النصارى عندك بيسمعوك من غير تفكير، حاول تراعي ان في مسلمين قاعدين لامثالك ومش هيفوتوا لك شاردة ولا واردة. يعني لما تكذب خلي كذبك مساوي شوية علشان هتتصدم من اللي جاي دلوقتي. فين في الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن قام بعمل مجازر في حق الناس الابرياء؟ يعني البعيد نشر صورة ونص الحديث وفي التعليق بيقول كلام غير اللي مكتوب في الحديث، يعني كذاب وغبي كمان كتير والله على النصارى كل ده. رشيد فين في الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى قال أنه يغفر للقاتل بدون قصاص أو بدون حساب أو عقاب في الدنيا قبل الآخرة؟ فين في الحديث يا كذاب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يغتصب ممكن يدخل الجنة أو يغفر له دون حساب أو عقاب؟ فين في الحديث يا مدلس يا كذاب إن ممكن تكون سفاح وتدخل الجنة ببساطة بدون عقاب؟ الحديث كله بيتحدث أنه من مات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولن يوفق زاني مصر على الزنا إلى آخر حياته إلى قول لا إله إلا الله، ولن يوفق من أدركه الموت وهو لص أو زاني أو قاتل أو مرتكب أي كبيرة إلى شهادة التوحيد عند موته. وإلا كانت الدنيا أصبحت غابة لو الإنسان يفضل طول عمره يقتل ويغتصب ويسرق ويفسد في الأرض، ثم بكل بساطة كده ينول الشهادة عند احتضاره. ومرتكب الكبيرة التي تستوجب الحد في الدنيا مغفور له إن أقيم عليه الحد في الدنيا، وإن لم يقم عليه الحد في الدنيا فهو مستحق للعقاب يوم القيامة، وذلك من تمام عدل الله سبحانه جل وعز. لكن في النهاية سوف يدخل الجنة كل من مات وهو يشهد بكلمة التوحيد بعد استيفاء ما يستحق من العقاب الرباني يوم الحساب. الشيخ ابن العثيمين عليه رحمات الله قال كلام ماتع في شرح هذا الحديث. قال: هذا الحديث صحيح ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن من حقق التوحيد وقال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبائر، لأن المعاصي والكبائر لا تخرجه من الإيمان، كما هو المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يخرج من الإيمان بالكبائر. فالراجل لو قتل نفسا محرمة بغير حق فإن ذلك من أكبر الذنوب، ومع هذا لا يكون بهذا خارجا عن الملة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فمع قتالهم لم ينفي الله عنهم الإيمان، بل أمر سبحانه الفريق الذي لم يقاتل أن يصلح بين الفرقتين المقتتلتين. وقال في حق الأخوة: فأصلحوا
فأصلحوا بين أخويكم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي أنه حال ارتكابه الكبيرة ينزع منه الإيمان، فإن تاب وعاد عاد إليه الإيمان مرة أخرى. وهذا دليل على أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بفعل الكبائر، فهو يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ولكن هو مستحق للعذاب على هذه الكبيرة. إن كانت ذات حد في الدنيا فعوقب به، وإلا عوقب به في الآخرة، إلا أن يشاء الله، لأن الله تعالى الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر للعبد كل ذنوبه إن علم الله منه الصدق والإخلاص. ثم إن الله عز وجل يعوض أصحاب الحقوق على التائب أحسن تعويض، حتى أن أصحاب الحق يتمنى ساعتها الواحد منهم لو كان له حقوقا أكثر عند هذا الإنسان التائب، وذلك من فرط ما شاهد من كرم الله عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن جدا، بل وهذا الغالب من الله تجاه عبده، أن تسبق رحمته غضبه، فإنه سبحانه يغفر لعبده التائب وإن كان ارتكب كل شرور الدنيا، لكنه عاد إلى ربه سبحانه وتعالى وصدق في توبته. لكن في شرط يا رشيد يا مدلس يا كذاب، وهو إن توبة العبد تكون بين العبد ورب سبحانه وتعالى مباشرة، من غير واسطة من خلف الستارة. زي ما انتوا شايفين كده، دي صورة شاب نصراني أذنب وراح اعترف للكاهن بتاعه، والكاهن بيقول له ولع شمعة للرب واخرج من الكنيسة وأنا غفرت لك. ببساطة كده، يعني ممكن المذنب النصراني يكون قتل وزنى وسرق وعمل مجزرة، وبكل بساطة يروح للكاهن ويغفر له كل ده. الكاهن مش الرب، لأن ببساطة الرب مش بيتعامل مع عباده عندهم، لازم يكون في واسطة بينهم. ومثال واحد من ملايين الأمثلة نضربه لكم في الصورة دي. كاهن في الجيش الأمريكي بيعمد جندي أمريكي، يعني بيباركه وبيسمح له بأمر الرب ورضا الرب إنه يروح للعراق في الحرب الأمريكية على العراق سنة 2003. ودي الحرب اللي أغلبكم لم يعاصرها والإعلام مخبي أخبارها عنكم. الجندي ده راح العراق وعمل اللي انتوا شايفينه في الصورة ده وكده وكده، لكن الصورة اللي طلعت لك في الإعلام كانت كده وكده وكده. وبعد كل جرايمه دي اللي باسم الرب رجع للأب الكاهن بتاعه واعترف له انه قتل 100 طفل عراقي واغتصب 10 فتيات عراقيات وهدم عدة منازل فوق الأطفال والنساء والعجائز. ولكن ببساطة الكاهن قال له غفرنا لك، ولع شمعة للرب يا ديفيد. ورجع بقى ديفيد لأمريكا مرة تانية، قابل عشيقته واشترى لها زجاجة خمر ومارس بها الفاحشة، ثم نام مرتاح البال. وكل ده باسم رب رشيد حمامي اللي مش عاجبه رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالموحدين المؤمنين التائبين. طيب تعالوا نرد على المدلس رشيد حمامي عن الرحمة والمحبة والتسامح من كتابه هو المقدس عندهم، كتابه اللي بيقول نصا سفر التثنية 20:16: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة. وفي سفر حزقيال 9:6: واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهلاك. وفي سفر إشعياء 13:16 يقول الرب: وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساءهم. وفي سفر هوشع 13:16 يقول الرب: تجازي السامرة لأنها تمردت على إلهها بالسيف، يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل
الحوامل تشق. والعدد 17 على 18 بيقول فيه الرب: فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. وفي سفر يوشع 22 على 24: وأخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. والحاجات دي مجرد أمثلة بسيطة مما يحتويه كتاب رشيد المدلس. أما عن فضل لا إله إلا الله التي لا يعرف فضلها وقدرها إلا مؤمن كامل الإيمان وقلبه خاشع، فإليك هذا الحديث الذي يفتح باب الأمل لكل عاص يود الرجوع إلى ربه سبحانه وإلى طريق الله المستقيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وإليكم أيضا هذا الحديث الذي إن وزن بجبال الدنيا ذهبا وفضة لكان خيرا منها ملايين المرات. روى البخاري في صحيحه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ونختم بها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نبتغي بها يا رب إلا وجهك الكريم، فاللهم أحينا عليها وأمتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.